إخواني المغاربة، السلام عليكم. كيف أنتم وكيف حالكم؟ ورمضان مبارك سعيد. هاد التسجيل ديال هاد الفيديو هذا جبتو سبيسيالمون باش نوجهو لواحد الفئة من هاد الناس اللي كيحسبوا راسهم مثقفون، علما أنهم بعيدين على الثقافة. اللي لاحظنا فيهم ما لم نلاحظ فيهم إلا الخيانة. تعرفوا بأن خيانة الشعوب، وهنا أوجه رسالتي للصحافة الصفراء وهاد المؤثرين وأصحاب الصفحات في العالم الأزرق، خصهم يعرفوا أنهم على قدم المساواة مع الناس اللي خانوا الوطن ديالهم بكري. يعني ملي كتخلى على ناس كانوا كيظنوا فيك الخير وكانوا كيشوفوا فيك على أنك ذاك المحامي اللي غادي يدافع عليهم ويوصل الصوت ديالهم والمعاناة ديالهم لأعلى سلطة في البلاد، لكن في الآخر كيكتشفوا الخيانة ديال العهد والولاء ديال الأمانة والقسم اللي أديتي واحد العدد فيكم أدى القسم وتقلبتوا على المجتمع والآراء وبعتوا الضمير والقيم ديالكم والمبادئ ديالكم وترميتوا اخويا شحال نقول لك ترميتوا في احضان هاد السياسيين اللي كيتربصوا بهذا الشعب بالمغرب ويتربصوا بالشعب باش يفقروه ويجوعوه. هنا اللي كيخون الوطن ويخون المواطنين، كيخون المواطنين ويخون الوطن، غادي تبقى الخيانه ديالو بصمه عار. اش غادي نقول لك؟ تلحقوا وتلحق الاحفاد ديالو ابد الظهر، لان التاريخ يسجل، التاريخ راه كيسجل. خاصكم تعرفوا انتم ايها الوزراء والبرلمانيون، كل شيء فايت وكل شيء هون الا خيانه الشعوب والاوطان، فهي جريمه كبرى ما كتغتفرش، ما لا يمكن اغتفارها، لان المجنيين عليهم هما بنو جلدتكم مواطنين، جعلوا فيكم الثقه وانتخبوكم باش تصونوا الحقوق ديالهم، ولكن العكس هو اللي وقع. هاد المغاربه هادو اللي درتو لهم هادشي راه كنجمعكم معهم الذنب والانتماء والعقيده والدين. راه كل عمل اللي هو عمل ما خايب، يمكن المرء ان يجي يلقى ليه شي مبرر، الا هاد الخيانه اللي تكلمنا عليها اللي ما عندها حتى شي مبرر ولا شفاعه، وبالاخص السياسيين اللي ارتكبوها مهما كانت المنزله ديالهم ومهما كان السبب اللي دفعهم باش يرتكبوا هاد الخيانه. الشعوب والاوطان في المنزله ديال العرض والشرف للانسان، واللي هان عليه التآمر على الشعب المقهور والوطن تيهون عليه العرض ديالو والشرف ديالو والدين ديالو. خاطر راه العار بنفسه ان تخون وطنك ومهما كان عذرك، كيف ما بغى يكون تخون الاخوان ديالك وتخون الوطن ديالك، مهما كان العذر ديالك الخيانه فتبقى خيانه هي الخيانه، لان الخائن عنده حتى شي عذر. الخيانه تتبقى هي خيانه، عندها واحد الوجه قبيح ما يمكنش غادي تزينو واخا تماكييه دير ليه الماكياج اللي بغيتي، تيبقى ديما الوجه ديال الخائن اللي خان الاخوان ديالو تيبقى قبيح. لحقاش الشعوب ما كتنساش اللي غدر بها وخانها، واخا يغدرها سرا او لا علانيه، لان التاريخ والمجتمع والاجيال اللاحقه ما غاديش تسمح لكم ايها الصحفيون المؤثرون المسترزقون، وغادي يبقاو ديما يذكروكم حتى بعد الوفاه ديالكم، بعد الممات ديالكم غادي يبقاو يذكروكم. راه هما ما تيغفروش للخونه الامثال ديالكم ابدا. أتعرفون لماذا؟ لحقاش الحقاره والبشاعه ديال الجريمه ديالكم في حق المواطنين. لحقاش راه وصل الوقت منا جميعا باش نوقفوا وقفه رجل واحد ضد هاد الخونه الذين تمت الاشاره اليهم، واللي رشاو هاد الصحفيين ورشاو هاد المؤثرين ورشاو هاد اصحاب الصفحات.
بالاموال ديال دافع الضرائب، ودخلوا هاد الصحفيين دخلوا دوك الاقلام ديالهم المأجوره في اماكن في الاجساد ديالهم. استحي لي ديك راه ما كاينش. راه لحقاش مثلا كيقول لك من الافضل ان يكون امامك اسد مفترس على ان يكون وراءك كلب غدار وخائن. انتم غداره وخونه. ولتعلموا ايها الخونه، خوتهم المغاربه المقهورين، هذه الحكومه الراسماليه كتشوف فيكم بعين الارتياب والتوجس. من باع إخوانه سيبيع غيره. لذلك هم يحتقرونكم ولا يعيرونكم أي اهتمام. خصكم تعرفوها. اعلموا أننا نعرفكم، نحن المغاربة نعرفكم واحد، سيما الناس اللي كيدخلوا لهذا العالم الأزرق ويسبحوا فيه كيف ما بغاو. تنعرفكم واحد وتابعنا الفيديوهات ديالكم ولاحظنا كيفاش كتجاهلوا ديما، تتجاهلوا الحديث عن اولياء نعمكم. ما تهضروش على الحكومه ولا الناس هذو اللي ضغطوكم، ما تهضروش عليهم، وما تهضروش على الكوارث اللي خلقوها المغاربه، المغرب والمغاربه. اللي غنقول لكم ودي بارك عليكم من هذا الخوض في هذه السياسه الخارجيه، وخاصكم راه حنا تكبوا في المشاكل ديال وطنكم، لحقاش هذه السياسه الخارجيه راه كنعرفوها بحال اكثر من داكشي اللي عندنا في جيوبنا. حفظ الله، اش غنقول لكم، الله يحفظ الملك ديالنا والوطن والشعب المغربي الابي من كيدكم ايها الخائنين الحاقدين المسؤولين. والسلام عليكم ورمضان مبارك سعيد.